السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم ما شاء الله، يعني يوم كده سعيد علينا ويوم بنستناه بقالنا فترة طويلة، أنا والتيم أو الجروب اللي معانا، علشان خاطر بصوا بقى. شفت انت لما بتحلمي حلم كده وبكون نفسك ان هو يتحقق، ايا كان بقى الاسباب وايا كان الوقت، فالحمد لله ان هو بيتحقق. المطبخ الخيري اشتغل. المطبخ الخيري اول وجبة هنعملها فيه النهاردة. طبعا الجو لسه مش منظم قوي لان احنا لسه في الاول، فهننظمه اكتر واكتر. بس عايزاكم بقى تهنونا وتقولوا لنا الف مبروك في الكومنتات تحت، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك. طبعا يا جماعة والله كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين. ربنا يجازي كل واحد كان سبب في ان المطبخ ده يتفتح خير. ربنا يجازي كل مساهم ساهم معانا بأي حاجة في المطبخ ده خير. آخر حاجة بقى كانت فرحة كبيرة جدا، كان ما شاء الله اللهم بارك كده عجل اتذبح كده في أول ليلة رمضان. فكانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة جدا، وكان نفسي أصور الكلام ده كله يا جماعة، بس علشان خاطر بس إيه المحتوى. فقلت بقى ايه، لا احنا ندخل على البطن على طول. بما ان احنا النهارده هنعمل وجبات لكبار سن. في منهم ما بيصومش كتير اصلا او كلهم ما بيصوموش. ربنا يعافينا واياكم يا رب، يرزقنا الصحه والعافيه. فقلنا نعمل لهم اكله هم محرومين منها. مسكنا بقى الفشه والكرشه، قطعناها قطع صغيره وغسلناها غسله تمام، ودلوقتي نقعينها في ميه بملح بعصير ليمون بشويه دقيق، يعني ظبطناها. وبعد كده جبنا 2 كيلو من البصل فرمناهم في الكبه. بصوا يا جماعه، كل الحاجات اللي معانا اغلبها مساهمات، فربنا يا رب يجازيهم خير. والله دايما مش عارفه اقول لكم بنشكرهم قد ايه. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. المهم بقى جبنا 2 كيلو بصل فرمناهم في الكبه، وحطيت عليهم شويه فلفل اسود وشويه من السبع بهارات، ودعكت البصل في بعضه. ومعانا بقى 3 كيلو من لحمه البطن. لحمه البطن بتكون ايه، حته كده ناعمه كده، فتقطعت صغير. وهنشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه، البصل باللحمه بشويه التوابل البسيطه، وحط بقى التوابل اللي نفسك فيها. حطيت بقى شوية مية صغيرين علشان بس تساعد المية ان هي اللحمة ان هي تستوي. فاول ما تغلي غلوتين 3 كده هنهدي عليها النار ونسيبها بقى تستوي منها فيها. الريحة بقى يا جماعة تحفة جدا. فما تنسوش بقى تحطوا اللايكات والكومنتات، عايزين الفيديو بتاعنا النهاردة يعمل لايكات كتير. هغطي بقى على اللحمة دي، وتعالوا بعد كده اقول لكم هنعمل ايه. احنا هنعمل ميكس كده حلويات حلويات يا ولاد. هنا بقى دي كانت لحمة الراس، برضو اتغسلت غسلة ما اقولكوش. الحاجات دي مهمة جدا جدا يا جماعة ان هي تتغسل كويس، علشان ولا تلاحظي فيها ريحة اي زفارة وطعمها يعجبك. لحمة الراس اتغسلت حلو قوي و... وكمان اتنقعت. بعد كده حطيت حلة على النار فيها مية. اول ما المية غلت حطيت لحمة الراس، وحطيت اللسان زي ما هو هيتقطع بعد ما تستوي كده نص سوا. وكمان حطيت الطحال معاهم، لان الطحال ما ينفعش انك تسويه هو مقطوع طبعا. وانا رايحه وانا جايه بقلب اللحمه اللي هي زي كباب حله كده. وهنا برضو حله كبيره، دي الفشه والكرشه ما شاء الله خلاص بقت تمام جدا، وغسلناها 100 غسله. الحاجات دي دايما باكد عليكم ان هي تتغسل كويس قوي. بعد كده بقى انا مستنيه الميه اللي هنا دي تغلي، وكمان الميه اللي على لحمه الراس تغلي. بعد ما لحمه الراس غلت وطلعت الريم بتاعها بالشكل ده كده، انا هصفيها. انا مش محتاجه الميه دي، انا هرميها. الميه الاولانيه دي هتطلع بس الزفاره بتاعه اللحمه. وبعد كده هغيرها بقى، يعني هغير الميه دي علشان خاطر تفضل برضو ريحتها كويسه وما يكونش فيها ريحه اي زفاره. وكمان هنعمل كده في الفشه والكرش. بصوا بقى، هنا الميه غلت، ده اللسان قشرناه وقطعناه قطع صغيره. الطحال هسيبه زي ما هو، مش هقطعه غير لما يستوي سوا كامل. رجعنا بقى لحمه الراس تاني على الميه بعد ما غلت. ننكهها بقى بصلتين، ورق لورا، عودين 3 من القرفة، فصين 3 حبهان، شوية من الفلفل الأسود، شوية بهارات، البهارات المشكلة، ورشة بسيطة من الكزبرة. وهسيبها بقى مع المكونات دي تغلي بقى كام غلوة لحد لما تستوي بقى، سيبها براحتها. والله يا جماعة أول ما بدأت إن هي تغلي كده وتاخد وتدي مع بعضها، ريحتها كانت تحفة. نفس اللي عملته مع لحمة الراس هعمله مع الفشة والكرشة. وكمان علشان خاطر نطعمها اكتر، حبيتين طماطم صغيرين وشرحتين كده من الفلفل، وغطي بقى سيبيها لحد ما تعيش مع نفسها كده وتستوي. الملح مش هضيفه غير لما تبدا ان هي تستوي او تستوي 3 ارباع سوا. نرجع بقى هنا اللحمه اللي احنا عاملينها على هيئه كباب حله. بصوا هي خلاص ما شاء الله دابت كده واستوت. هنشيلها بقى من على النار لحد لما يجي دورها. واحط بقى حله كبيره نعمل الرز. احنا ما شاء الله عملنا 19 كيلو رز. الحلة دي عملنا ما شاء الله منها كذا مرة يعني. حطيت سمنة وحطيت زيت، يعني في المرحلة الأولى دي أنا حطيت تقريبا هنا 6 كيلو ونص من الرز. حطيت كوباية زيت وكوباية من السمنة. وما شاء الله الرز اتغسل وتصفى كويس من المية. وهقلب بقى واشوح الرز مع السمنة والزيت كويس جدا
لحد بقى إيه ما يتشمّع كده الرز معانا بالمادة الدهنية، علشان خاطر إحنا هنعمله رز أبيض. رز أبيض سهل وبسيط، مش هنضيف عليه غير بس إيه كام واحدة كده من ورق اللورا، وكام عود من القرفة عايزين نطعّمه وننكّهه يعني. و وضِفنا هنا مرقة فورية علشان خاطر بس تنكّه الرز. اختياري، المرقة اختياري مش إجباري خالص يعني. كمان مولعين على مَيّة سخنة علشان خاطر أول بقى ما الرز يتشوّح معانا كويس هنضيف المَيّة السخنة عليه. حُطّي بقى كمية المَيّة المناسبة لنوع الرز اللي أنتِ بتستخدميه. الرز المصري بيتغطّى برضه بالمَيّة بس مش كتير زي ما أنتم شايفين كده. هاضبّط بقى الملح بتاعه وهاغطّي عليه، وأول ما يتشرّب كمية المَيّة هاكشفه وأدّي له بقى تقليبة تمام، وهاسيبه لحد لمّا يستوي. برضه بُص عليه من وقت للتاني، لإنه ممكن الرز يلزق مننا كده وإحنا لسه في المطبخ كده وفي البدايات ولسه بقى بنضبّط البوتاجازات وكل حاجة حوالينا. تعالوا بقى نبُص بصّة على الكلام الجميل اللي على البوتاجاز التاني. هنا الكرشة والفِشّة خلاص بقت تحفة وزي الفل. جاهزين بقى إن إحنا نصفّيها من المَيّة بتاعتها علشان خاطر ندّيها المرحلة الأخيرة في السِوَى. يا سلام بقى على الروايح النهارده، إحنا قلبنا المطبخ أول يوم مصمت. كان لازم أول يوم نعمل الأكلات اللي زي كده علشان خاطر إحنا عندنا لحمة وعايزين نخلص مثلًا من الكرشة والفِشّة والكلام ده كلّه، علشان خاطر اللحمة بتاعتنا برضه ما تكرفش. والحاجات دي لازم تروح لحد ما بيصومش، يعني علشان خاطر في ناس في الصيام تقول لِك لأ مش حابينها، لأ مش عارفة إيه، كده يعني. لكنها بصراحة وقتها المناسب. حطينا بقى حلة كبيرة على النار، وحطيت فيها شوية كويسين من السمنة على الزيت، ونزلت كده ب4 معالق كبار من التوم، وهاتك يا تشويح لحد لمّا التوم ياخد لون دهبي. واوعي تنسي الكومنت بتاعِك الجميل واللايك الجميل، وقولي لنا بقى رأيكم تحت في الكومنتات في الأكلة بتاعتنا دي النهارده. بُصّوا أول ما التوم بقى أخد اللون الدهبي الخطير، حطينا بقى كوباية من الخل. أول ما غلي ضِفت بقى كمية كويسة من صلصة الطماطم، يعني تقريبًا كده 4 كيلو. هاتبّلها بشوية ملح وشوية فلفل أسود و7 بهارات، بس كده مش أكتر. لإن إحنا كده متبّلين اللحمة. وأول حاجة هانزّلها في الصلصة دي بعد ما تغلي الكرشة والفِشّة، ادّيها تقليبة. هنا بقى هنعمل الmix اللي قُلت لكم عليه. إحنا قلبنا المطبخ مصمت. بُصّوا أي حاجة بتلاقوني كده باشيل حاجات صغيّرة، الحاجات دي اللي هي فص الحبّهان، فص الكاوة الصيني، ورقة لورا. ضِفت بقى اللحمة بالبصل دي لوحدها حكاية، بُصّوا هتدلّع الوجبة بتاعتنا النهارده. خلاص دلوقتي بقى بُصّوا، علشان خاطر الأكل كان يضبط معانا كنت باسوّي كل حاجة لوحدها، علشان خاطر عايزة الأكل مضبوط، عايزة الأكل ريحته وطعمه تبسط اللي هياكل منه. هنا بقى لحمة الراس كمان كانت تمام، وربنا يا رب يحفظ كل اللي ساعدونا في الإطعام ده النهارده. في يا جماعة كتير جندي مجهول بيكون ورا الكاميرا يعني مش أنا الواحدة اللي شغّالة، كذا حد بيكون شغّال فربنا يجازيهم خير. هنا بقى كمان الطحال كان اتقطّع بالشكل ده كده. نقلّب بقى الكلام ده كلّه مع بعضه. الكلام ده كلّه مستوي، فهاسيبه يغلي 3، 4 غلوات مع بعض، وياخد ويدّي كده شوية يعني قيمة نُص ساعة، وبعد كده هاطفّي عليه. والرز كمان استوى، يبقى إحنا كده في التمام وجاهزين بقى إن إحنا نغرف الوجبات بتاعتنا. بس علشان خاطر نضبط الأداء شوية، بُصّوا والله أنا كان نِفْسي أخلّيها مشطشطة شوية، بس الناس ديّة كبيرة زي ما قُلت لكم، لأ عايزين الأكل حنيّن عليهم. آمم، نغطّي بقى. وتعالوا أمّا أقول لكم هنقدّم معاهم إيه تاني. جبنا شوية مخلل مشكّل بالشكل ده، ودلوقتي جاهزين إن إحنا نغرف الوجبات الجميلة. الطبق بيكون كمية الرز كويسة، وشوية بقى من الخلطة اللي إحنا مشكّلينها دي، خلطة الحلويات يا جماعة، وشوية مخلل في جنب. وبكده نكون عملنا الوجبات، وشوية صلصة بقى على وش الرز. بُصّوا بالشكل ده كده، بألف هنا وشفا، زي ما أنتم شايفين الأكل يفتح النِفس. ربنا يا رب يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلها فتحة خير علينا، ويجعل المطبخ دوّة يا رب دايمًا نتجمّع فيه في الخير. ما تنسوناش بقى بخالص الدعاء، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، وأترككم في رعاية الله ومع السلامة.